من أسفل 5 ضربات راح نشاهدها للمنتخبين الكوري والمنتخب العراقي. الضربة الترجيحية لاعبي الفريقين في وسط الملعب بشكل جميل الحقيقة. المنتخب العراقي والمنتخب الكوري. الضربة الترجيحية الأولى لكوريا الجنوبية للي شون سو، أهم وأبرز لاعب في كوريا الجنوبية، يتقدم ويسدد الضربة الترجيحية الأولى. إذا لشوط الجزاء وبضربات الترجيح، لكن لدينا هوار ملا محمد. هوار يتقدم جول. نعم، يسدد ويسجل ويأتي ويسجل الضربة الترجيحية. والضربة الترجيحية اسمر في نفس الزاوية. قصي منير يتقدم ويسدد جول. نعم، قصي منير. والضربة الترجيحية الثانية يبقى التعادل. وشي جون جين يتقدم، قوية في المرمى. الضربة الترجيحية الثالثة يستمر المنتخب. بالعمير يتقدم ويسدد في الإصبر. مرت في الجول. نعم، مرت في الجول، لكنها مرت بهذا الشكل. شوف مرت من تحت يد حارس المرمى لي وون جي، وبالتالي العراق يسجل الضربة الترجيحية الثالثة. للحين التعادل، وحدة يا نور صبري، ويمكن هون يصيدها نور صبري يعطي العراق الأفضلية الآن. لاحظ مرة أخرى، حلوة يا نور صبري. الآن الضربة الترجيحية الرابعة تضيع على كوريا الجنوبية. فيما المنتخب العراقي إن شاء الله بالخامسة المباراة تنتهي، ولكن الوضع ليس هينا. لاعب المنتخب العراقي أحمد مناجد برافو يا مناجد. نور صبري يعملها للمرة الثانية. كيم جانجو. خلاص العراق إلى النهائي. العرب واحد وصل من العرب إلى النهائي. العراق في التاريخ اليوم، وأبناء الرافدين يسجلون التاريخ ويصعدون بكرة القدم العراقية إلى وين؟ إلى جاكرتا، حيث المباراة النهائية. شكرا لك يا نور، شكرا للمنتخب العراقي، كل لاعبي المنتخب العراقي، شكرا للجمهور. حقيقة أن اليوم أسعدنا جميعا باللقطات الجميلة المؤثرة الرائعة. الأداء الرجولي القتالي لم ينجح لي ونجي، ولكن نجاح لنور صبري ورفاقه. فبرافو يا أبناء الرافدين. هنا الكرة الضائعة من كيم جانج يكون في هذه اللقطة يؤكد صعود المنتخب العراقي إلى المباراة النهائية، وبالتالي الطرف الأول في المباراة النهائية هو المنتخب العراقي. الآن تضرب الدموع هنا، الآن حسيس المشاعر الملايين في العراق التي تحتفل في كل المدن العراقية. الآن الدموع هنا أشاهدها أمامي من لاعبي المنتخب العراقي. العراق في التاريخ، والعراق سوف يبقى شامخا مهما حدث. ها هم أبطال العراق، وها هم أبناء العراق يتألقون ويرفعون رأس العرب أجمع الحقيقة بالوصول وبالصعود إلى المباراة النهائية في كأس الأمم الآسيوية 14 بالمقابل.